الرجولة حماية مش تحرش، ولا فرد عضلات، ولا إفراغ شهوة. التحرش الجسدي مش بس جريمة، لا دي مشكلة كبرى عاقب عليها رب العزة تبارك وتعالى، وعاقب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ونهى عنها في سنته العطرة. بل ربنا سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن أن يقترب من الزنا، والتحرش فعل يقرب من الوقوع والعياذ بالله في الجريمة التي تقشعر لها الأبدان وتنفر منها النفوس. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. وحرم سبحانه وتعالى أن يطلق الإنسان بصره قبل أن يمد يده، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. جسدك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، ملكك انت، ما ينفعش حد يقرب عليه. وصي ولدك بكده. تحرش في المواصلات، تحرش في الطرقات، تحرش حتى من الأقارب، تحرش من الأغراب، كل ده منهي عنه في القرآن والسنة. ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ودي وصية للرجال، إن الرجولة حماية للنساء، حماية للأطفال، حماية للبنات. الرجولة مش إنك تستخدم شهوتك في إغضاب ربنا سبحانه وتعالى، في إغضاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.